السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم عن بكاء الآباء لعدم قدرتهم على رؤية الأبناء، القهر والذل والإذلال. هتكلم عن جريمة مكتملة الأركان ومع سبق الإصرار والترصد، كمين وبيتعمل، ومنهم اللي بيعمل سحر وعمل زي اللي حصل معايا كده في حياتي. قانون الفرصة، قصدي قانون الأسرة، اللي ضيع رموز كتير وضيع مشاعر كتير. هتكلم عن الآباء اللي بتبكي، وهتكلم عن تجربتي مع حدث معي مع أولادي اللي اتحرمت منهم بفعل أسرة قذرة. استغلوا قانون الأسرة اللي المفروض اتعمل لنجدة الأسرة. أنا بتكلم عن الرجل والمرأة، مش بتكلم عن المرأة فقط، لأن برضو في رجالة بتستغل أمور وحاجات في إنها بتخلي الزوجات ما يشوفوش عيالهم. فأنا مش بتكلم على يعني جهة واحدة، بتكلم على الجهتين، لكن هتكلم عن تجربتي واللي أنا بشوفه دلوقتي من بكاء الرجال، من الدموع اللي بتنزل علشان الاستغلال من عيلة أو عائلات ما تستحقش، استغلالا لقانون الأسرة اللي المفروض يتعمل لنجدة الأسرة. أنا بتكلم من واقع الضمير، أنا بتكلم لأن في صرخة مكتومة موجودة. أنا بتكلم علشان ملايين حالات الطلاق، أنا بتكلم علشان اللي بيستغلوا الأبناء لإذلال الآباء، وبتكلم على الآباء اللي بيعيطوا، بتكلم على الآباء اللي دماغهم بتنزل. بطلوا هبل. وقبل ما أقول تجربتي، الحمد لله أنا إنسان قوي، ربك نجاني، لأن أنا راجل عالم، أنا راجل روحاني، أنا راجل عالم في الأبراج ودارس علم نفس وفاهم كويس جدا الناس بتتعامل ازاي. عشان اخد القرار تعبت، لكن في الاخر هم اللي تعبوا. ربنا اكرمني بالمغربيه، زوجات المغربيه، هي اسبانيه ذات الاصول المغربيه اللي عرفت يعني ايه معنى راجل. وبدات معايا الحكايه اللي ما كانتش متوقعه، لكن هي سبب اللي بقيت بسببها عمرو إمام المشهور المعروف العالم الفلكي اللي شاف طريقه صح. رب ضارة نافعة، دي كانت كارثة ونافعة. اتلاقيت الدنيا مرة واحدة بتتقلب، عوايدهم الستات اللي بتتقلب. قعدت اتفرج وابص، بس انا كنت متوقع وعارف ان ده هيحصل معايا من 2018، سواء الخريطة الفلكية اللي قريتها لنفسي وايضا لكل الشواهد اللي كانت قدامي. لعبوا مع الشخص الخطأ، لعبوا مع الشخص اللي ما بيدمعش، لعبوا مع الشخص اللي ما بيعيطش عشان فراق العيال. بتذل بالعيال، البسيهم. بتذليني بالعيال، لا انا ما اعرفش اجيب تاني. اعرف اجيب. فمش شويه عيال هتذلني فيهم. اتذليت في الاول سنه او سنه ونص، تعبت، حاولت مع عيله بنت كلب، عيله قذره، عيله وقفت المراكب السائله. طبعا انا بتكلم براحتي علشان خلاص انتصرت بامر الله، عشان خلاص انتوا فين وانا فين، انتوا فين وانا فين، انتوا مين وانا مين. ده انا عمرو امام يا مجانين، مش اللي بيبكي. دي رسالتي للي بيبكي، رسالتي للي بيعيط على اولاده. سيبوهم، سواء راجل ولا ست. انا ما بتكلمش، انا ماليش دعوه بحد، انت راجل او ست، لان موضوع الاذلال ده اذلال بالبشر، زي اتجار بالبشر كده، ومش اي بشر، ده ابنك، عيالك. يا عالم يا كفره، اتذليت سنه او سنه ونص ومن غير اي مقدمات الدنيا اتقلبت عليا. هوب اتلاقيت في قانون الاسره اشتغل من ورايا، زي ما حصل مع كل حد.
طبعا انا فهمت وكنت دارس وكنت عارف كل حاجه، وكنت عامل خط موازي اللي حكيت عليه قبل كده. الخط الموازي ان انا كنت ببني طريق جديد في حياتي، وهم زي الهطل، هم بيحرروني. مش انت اخدتي قرار بالمحكمه؟ البسيه. عايزه العيال بتذلني بيهم؟ البسيهم. اتقالت لي كلمه: مش هتشوف عيالك الا بمزاجي. قلت لها: وحياة امك ما هشوف العيال الا بعد 10 سنين. ما هو لازم شويه قله ادب مع الشخصيات اللي زي كده عشان تبين ان انت قوي. وكلمتي اتحققت. ليه؟ لان اصبحت العيال تربيه الام والجده اللي هي سبب الكارثه، اللي يعني حماتي او حما اي حمى. طبعا دي كارثه كبيره. انسانه جهله، وكتير منهم جهله صحراء، وخالتها والدنيا كلها كلهم صحراء. المهم جت اتذليت بالعيال، وكل العيله طبعا بقوا يتصلوا بيا وبقى شتيمه. طبعا كل ده تسجيلات عندي تسجيلات عندي. الاغبياء الغبيه وعينها. شوف انا عملت ايه بس عشان الراجل اللي يعيط ويقول لي انا بعيط عشان عيال. يا اخي طز، بتعيط عشان مين؟ ما تعرفش تجيب غيرهم؟ بتذلك عشان مين؟ كل شويه تلاقي راجل بيعيط. استرجل. اي واحد يسترجل قدام دول. دلوقتي بتعيط، دلوقتي نفسها تبوس رجلي. الرمل اللي بقى زي كده ما رحت لهم بالسحر جابوني بالسحر من 14 سنه، واتقال لي انها نامت على الارض اللي انا كنت دايس عليها يوم ما كنت عندهم. طبعا ما كنتش حاسس بنفسي، ما كنتش عارف قيمتي، ما كنتش عارف ان انا عمرو امام. عدت الايام وربنا كرمني، لكن ما انصعتش. جالهم حكم كالمعتاد، القصه المعتاده بتاعت الكل، بتاعت الجميع. ما كانش ساعتها الدولار ب 25 جنيه، محدش كان يعرف الدنيا هتمشي ازاي. شوف ربنا اتاخد مني كل حاجه زي ما بيتاخد من اي حد كل حاجه، لكن ما عيطتش. ربنا بيحضر لي سكه جديده، واتقربت من ربنا. اتقربت من ربنا، ودي رسالتي للراجل والست، لان في ستات بتتذل بعيالها للاسف من ناس متحكمه. فانا ما بقصدش حد معين او جاي على ست، بالعكس، ان في ستات كتير جدع. لكن انا بتكلم على واحده اللي بتعيط جوزها، بتخليه يعيط، بتخلي الراجل يعيط، بتخلي الراجل ينفر ان يتزوج. وللاسف في كتير ما بيعجبهاش الحلال عشان جوزها حلال، بتبهدله مع انه دخل من الباب مش من الشباك. دخل من الباب مش من الشباك. استمريت وشفت الليله، قلت هشوف الدنيا ماشيه ازاي، لكن خططت ودرست. وكلامي ده وكل ما بيشوفوني بيتوجعوا، كل ما يشوفوني بيتوجعوا، وانا عاملها عبره للي شبهها، للناشز اللي شبهها. هي العبره. جات لي مكالماتهم ومسجلها كلها عندي، معايا مسجلها من 4 سنين. قعدت اسجل، مش مسجلها، جات لي كده متسجله، يعني تبعت لي رساله على الواتساب ما بتيجي متسجله، على الماسنجر بتيجي متسجله، على الفايبر ما كانوش سايبيني، ولا بنحب ولا نقدر على بعض. يعني انا كنت حتى بدفع لها الفلوس اللي جابتها بشهاده الزور، وكانت برضه بتبعت قله ادب. انا كنت ساكت خالص، وكنت اقول ربنا يعوضني، وبيعوضني. كنت اقول ربنا يعوضني، ولا بقى تقول لي سحر ولا تقول لي كلام من ده. الى جانب ان انا الاساس عندي طبعا الاول طبعا ربنا، تاني حاجه ان انا راجل عالم فلك ودارس علم نفس ومحامي. اللي مش فاهمينه البهايم. دارت الايام، سعر الجنيه بدا يقل قبل ما يحصل بقى الشهاده الزور زي ما بيحصل مع الرجاله اللي بتعيط. وللاسف القاضي بياخد بالورقه اللي قدامه، واللي بيجيب له تقرير
واحد برضه مش مهمته اللي هو امين شرطه، ما هو بيسال برضه، يعني ما هو مش كل امناء الشرطه وحشين، في ناس بتسال وبيتقال لها كلام وبيكتب وبيأيد وبيروح يديها المحكمه. يعني انا مش عايز اجي على حد، لان في ناس كتير بتتظلم في المنظومه، وفي اللي بيظلم وفي اللي بياخد. لكن اللي حصل وحصل زي اي راجل، واتاخدت الشقه واتاخدت كل حاجه، كل حاجه. التزمت بالنفقه مفيش مشاكل خالص، وتدفع مفيش مشاكل. بدات تبص لي وتحن ليا. سمعت انها اتجوزت، جابت واحد مرمي في الشارع بياكل زباله. ناس اللي هو العيب مش ان هو بياكل زباله، العيب ان هو انسان يعني بغض النظر الله اعلم بيه يعني. طبعا اتعايرت واتبهدلت من راجل محامي ازاي وماشيه بتاكل بالجزمه وانا مبسوط. انا مش مبسوط شمتان، لا انا اشمت لو انا حد ما عمليش حاجه واذيته او اتاذى، لكن دي دمرت. ده فكرها عند امها، فاكراها انها دمرتني. لا لا، دي فتحت لي باب السعه فتحت لي الباب لنفسي. خد بالك، اي حد بيحصل معاه مصيبه زي كده تعرف ان ربنا مش رايد لك انك تكمل. يا اللي بتعيط على عيال دلوقتي نفسها تبص رجل عشان تديني العيال. التسجيلات الصوتيه اللي بعتها منها ومن قرايبها ومن جوز اختها ومن اختها، حاجات توديهم كلهم في داهيه، حاجات توديهم كلهم في داهيه. عندي كل ده عشان اسمع العيال، اسمع العيال لما يكبروا، مع ان مش فارقه معايا العيال خلاص، لان ما عادش تربيتي، هي ربتهم. البسهم، تلبسهم من ساعه ما قلت لها تلبسهم وهي هتموت علشان توريهم لي. يا اللي بتعيط على ابنك، يا اللي بتعيط عشان تشوفها وهي بتذلك، تستاهل. او يا اللي بتعيطي تستاهلي، سواء راجل ولا ست، تستاهلوا ان هم انتوا تعملوا كده في اللي بيستغلوكوا. لكن للاسف القانون المفتري مدي الحق للست اكتر، للظلمه. هنا في ستات محترمه ملتزمه، والدليل اهو، الدنيا بتطفش، الدنيا بتطفش. ولا انا متجوز من مصر، ولا اخويا متجوز من مصر، ولا اصحابي اصدقائي متجوزين من مصر، رجال اعمال. انا اعرف ناس ما شاء الله وناس بكل طبقات، مفيش حد متجوز من مصر. بسبب ده الجيل الجديد ذكي وفايق، الجيل الجديد ذكي وما بيطبقش الكلام ده، واللي بيمسك في واحد فعلا بيراعي ضميره فيه للاسف. دلوقتي بتعيط، مش انا اللي بعيط، ولا انت تعيط يا اللي بيتاخد ابنك. قانون الظلم، القانون المتفصل، وللاسف هو المفروض معمول للست الشريفه. حاولت ان انا كتير والله العظيم، والتليفونات تشهد على ده، والتسجيلات اللي معايا تشهد على ده، عشان اسمعها للعيال ان انا خلاص كل واحد في حاله. مش انت خدت فلوسك شهاده زور وبدفعهم لك، مفيش مشاكل خالص، ادفع لك اللي انت عايزاه، لكن نهدي الامور عشان العيال تتربى منك. عندك شويه وعندي شويه، لا لازم الاذلال. طب يلا يا روح امك، انت واللي شبهك اديك البويستو، وربنا كبير. هو انتوا بتعندوا ربنا؟ انت بتعندوا ربنا يا اللي بتأذي عيالك قبل جوزك؟ الحمد لله على كل شيء. انا ببعت رساله عشان الناس تفوق، ببعت رساله علشان الحمل زاد والتعب زاد والمشاكل زادت والقرف زاد. دلوقتي بتتمنى زي ما قلت كده، مع انها متجوزه اللي هي جايباه، وانا عارف عنه مصايب اصلا. ده اللي وصل لي. طبعا انا بيوصل لي كلام علشان انا راجل واصل وعارف. انا اعرف اسرار محدش يعرفها بحكم شغلتي. اعرف ناس بيوصل، انا اعرف هم بياكلوا النهارده بحكم شغلتي.
لكن ما عادش يهمني. انا يهمني اللي انا بهمه، يهمني اللي انا بهمه، يهمني الشخصيات اللي بتحبني، الشخصيات اللي عايزالي الخير، الشخصيات اللي عايزالي تقدير، الشخصيات اللي مش عايزه مني فلوس وبس او اذلال وبس. هم مذلولين. ونصحت للرجاله، العياط بيخلوهم ينتصروا. بطلوا خيبه، بطلوا خيبه. للاسف جيل بعد 5 أو 8 سنين كأقصى حد هيبقى صعب جدا، وربنا يستر على البلد، ربنا يستر على البلد. اجمدوا. مفيش راجل يذل ست في عيالها، ولا ست تذل راجل في عياله. حرام، اتقوا الله. ولو حد عمل كده خلاص انسى، لكن ما تعيطش. دي سلسلة حلقات هعملها لكل حاجة غلط، ومش هسكت عن كل حاجة غلط. السلام عليكم.